وصلتني رسالة على الموبايل، نصيحة رمضانية. بصراحة عجبتني هي النصيحة، انه بتقول انه تناولوا الكثير من اللحوم في اوقات الافطار، وخصوصا للصائم، ان تناول الكثير من اللحوم والحليب والبيض والأجبان، لأنه فيه بروتينات وفيها مصادر غذائية كتير كبيرة وتساهم في تجديد الخلايا. بصراحة أنا لما قريت هذه الرسالة عجبتني كتير أنا، بس أنا المشكلة ماني صايم، فأخذتها عن جاري الصايم، قلت له ليك شوف هاي الرسالة بلكي بتفيدك يا أخي، بتفيدك منيح يعني، قريها. لك أراها وبلش يبكي، لك بلش يبكي بابا، ما فهمت ليش صار يبكي وما بقى يوقف. لك يا أخي طول بالك، طبطبت له، لحمست له، ما يفهم، عم يبكي. قلنا له يا أخي ما بعرف شو أعمل لك أنا، ما بعرف. مهم جهش في البكاء وضل عم يبكي، شو أعمل؟ باي.